بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا. هنكمل باقي الشغل بتاعنا. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ال variables ازاي نعرف variables وقلنا القواعد بتاعتنا لتعريف ال variables. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد اسمه ال data types. يعني ايه data types؟ أنواع البيانات. مش احنا اتفقنا قبل كده اللي احنا ال variable ده بيشيل الكلام، بيودّي الكلام من مكان لمكان، تمام. قُلنا اتفقنا زي العربية، أنا نازل من الشغل رايح البيت، فإيه الوسيلة اللي هتوصّلني هي العربية بتاعتي أو السيارة بتاعتي. طيب نفس الفكرة، الكلام أنا آخده من database، عايز أنقله لdatabase تانية أو عايز أطلّعه representation كpower BI عشان يقدر أعمل visualization، فأنا لازم أنقل البيانات ديّة عن طريق variables. برضه حاجة تانية، أنا آخده من ويب سايت وعايز أروح أخزّنه في الdatabase أو من user interface سواء desktop موبايل application أيًا يكن. آآ فأنا لازم آخده من الuser interface من الUI وعايز أودّيه للdatabase عشان أخزّنه. فالvariable أنا أقدر أستخدمه، هو مفهوم أساسي في Python ولازم أستخدمه في كل حاجة أنا شغّال بيها، تمام. أيًا كان المجال بتاعي. طيب الdata types بقى للبيانات اللي هيشيلها الvariables دي، إيه هي؟ تمام. وارد يشيل كلمة، تمام، وارد يشيل كلام كتير، وارد كمان يشيل رقم صحيح أو رقم كسر. الاتنين في بايثون ده ليه حاجة وده ليه حاجة عشان نعرّفهم. وارد يشيل حاجة اسمها dictionary، يشيل ملف كبير جدًا فيه بيانات كتير جدًا. وارد يشيل list، وارد يشيل tuple وهكذا. طيب كل الكلام ده هنتكلم عليه مع بعض إن شاء الله في الsession دي. طيب في الdata types in Python عندي أول حاجة string، تمام. string زي ما اتفقنا وهي الترجمة بتاعتها str في Python، تمام. اللي هي إيه، يعتبر إيه الاسم الملخص بتاعها. طيب عندنا تاني حاجة اسمها integer وهي int، وبعد كده float برضه، وبعد كده عندنا boolean bool، وعندنا list هو list. وكمان عندنا tuple، عندنا زي ما اتفقنا عندنا list وعندنا كمان tuple وعندنا dictionary اختصار لdict. طيب دول الأنواع الأساسية اللي أنا عندي في بايثون. string زي ما أخدنا قبل كده مثال، أنا عندي مثلًا name، تمام، equal عمر. وinteger أنا برضه عندي مثال الage ب30، أنا بادّي له رقم آآ صحيح، تمام. وعندنا كمان عندنا number أيًا يكن رقم كسري والّا لأ. خلّينا بس إيه، نخلّيهم كلّهم تحت الترتيب، تمام. وعندنا pool مثلًا is active، الشخص ده active والّا لأ بtrue أو false، تمام. وكمان عندنا list، الليستة دي مثلًا فيها عايز أحط فيها names بالمنظر ده. وعندي كمان tuple، تمام. وعندي كمان dictionary بالطريقة دي. طيب كل الكلام ده ما نخافش هنتكلم عليه إيه بالتفصيل إن شاء الله. طيب زي ما اتفقنا إحنا خدنا قبل كده ال3 دول يعتبر، تمام. وهنكمل على الboolean بتاعتنا. طيب الpool بتاعتنا أنا دلوقتي لو جيت قُلت له is underscore active، تمام، equal true، أو ممكن تكون false مثلًا is admin بfalse. الاتنين دول معناهم إيه؟ معناه كإنّك أنت مش بنشوف أوقات check box، فكإنه check box هو بtrue أو false بيرجّع لي كلمة true أو false. خلّي بالنا ديّة عبارة عن boolean. طيب لو حطينا ما بين single quotation بقت string، يبقى أي حاجة جوّه الsingle quotation أو double quotation string، لكن من غيرها كاتبها كده لوحدها عبارة عن إيه boolean. طيب عندنا برضه الlist، لو جيت عملت مثلًا data، الdata دي، تمام، بالنسبة لي الlist هو عبارة عن
درج مكتب. تمام، أنا أقدر أحط فيه كل حاجة تخيلها، أسماء مع أرقام مع لستة تانية مع تيوبل مع ديكشنري، أقدر أحط فيه كل الحاجات دي. بمعنى لو أنا جيت كده عملت ليست وحطيت مثلا أرقام واحد، ومثلا خليها 145، ورقم كسري، ومثلا عمر وترو. تمام، فانا قدرت عملت متغير variable. تمام، ونوعه ايه؟ list. تمام، list ده قدرت احط فيه رقم صحيح، رقم كسري. تمام، قدرت احط فيه string، قدرت احط فيه ايه؟ بوليان، البول بتاعتي، وكمان اقدر احط فيه جواه لستة تانية. تمام، لستة تانية وليكن فيها مثلا ايه؟ مجموعة من الاسماء، مثلا، او مجموعة من القيم بالمنظر ده. تمام، فالليسته عندي هو درج مكتب، اقدر احط فيه اي حاجه براحتي. طيب التيوبل هو نفس بالظبط الليست. تمام، ولكن الاقواس بتاعتها مختلفه. هنا دي كانت سكوير براكتس، هنا الاقواس البراكتس العاديه، البراكتس العاديه بالمنظر ده. واشيل اللي في الاخر واشيلها. طب ليه البراكتس العاديه؟ طب ايه الفرق ما بين دي ودي؟ تمام، ده بقى سؤال انترفيو مهم جدا. حاجه اسمها ميوتابل، ميوتابل، وده حاجه اسمها اميوتابل. تمام، طيب ايه الفرق ما بينهم؟ هنا ميوتابل انا قادر اعدي فيه، قادر ان انا اضيف، امسح، اعمل اي حاجه قادر اضيفها في الايه، قادر اعملها في الداتا. الكراود اوبريشن ان انا اكريت، اطلع معلومه، اعمل ابديت لاي حاجه في الليسته. تمام، امسح كمان. لكن الاميوتابل او التيوبل لا، انا ما اقدرش اضيف، ما اقدرش اعدل، اعرض بس او امسح. تمام، ولو مسحت امسح الليسته كلها، قصدي امسح التيوبل كلها. طب ايه ده؟ ده بنستخدمه امتى وده بنستخدمه امتى؟ عندنا الكالندر اللي في الجهاز، تمام، بتاعتنا زي ما احنا شايفين فيها الايام وكل حاجه، دي عمرها ما هتتغير. يعني عمر ما يكون مثلا الاسبوع 8 ايام مش 7. تمام، فالحاجات زي دي السيت اب بتاعها بيكون بيكون تيوبل، عمرها ما هتتغير. اي حاجه انتوا بتبقوا شايفينها في اي سايت في الدنيا، وانا بختار مثلا ميل او فيميل، ده بيبقى عباره عن تيوبل، بتتخزن في تيوبل. تمام، فالموضوع بالنسبه لي ايه بقى؟ كويس اللي انا عارف التيوبل دي عمرها ما هتتغير، فانا اقدر اضيف فيها كل الكالندر بتاعتي. تمام، الميوتابل لا، انا عارف ان انا اقدر اغيرها، فبستفيد منها من حاجه تانية. طيب مين اسرع؟ الاسرع في التنفيذ هي التيوبل، وده برضو سؤال مهم جدا في الانترفيوز، وسؤال مشهور جدا. ليه بقى؟ انا عندي دلوقتي لو انا بتكلم في التيوبل، تمام، بالمنظر ده، وده المكان اللي هي بتاخده في الميموري. تمام، فالمكان اللي بتاخده في الميموري التيوبل بيكون فيه الداتا كمان. يعني كأن انا بعرف الفاريبل في مكان مع الداتا، الاتنين كلهم في نفس المكان. طيب في الليسته، طيب انا لو عندي ليسته تانية، لو انا حاطط هنا مثلا ليست اللي هو الداتا بتاعتي، ويبقى انا دلوقتي الاسم بتاع الليست بيتحط في مكان، والقيمه بتاعت الليسته بتتحط في مكان تاني. تمام، والليسته تقدر تاكسس عليه. فبالنسبه لي اي تغيير فهيبقى بالنسبه لي صعب. تمام، ليه؟ اللي انا اقدر اضيف، اللي انا اقدر امسح هيستهلك مني وقت، لكن هنا الاثنين يعتبر في نفس المكان، فانا اصلا ما بعملش عمليات زي الاضافه او التعديل، فبالتالي ايه؟ البروسيس بتاعتي لازم تكون اسرع. طيب عندي ايه تاني؟ عندي ايه تاني؟ طب انا لغايه ده كده بس. عندي الديكشنري اخر حاجه. الديكشنري دي عباره عن كي وفاليو. الديكشنري دي باختصار انت هتتعامل معاها جامد جدا لو انت برضو شغال داتا انجينيرنج، شغال داتا ساينس، شغال داتا اناليسز، شغال في الويب، شغال في كل حاجه. ليه؟ اي حاجه بتشوفها في الويب سايت بتبقى عباره عن راجع لي كده ديكشنري. تمام، طيب بالمنظر ده.
بتبقى راجعة لي بالمنظر ده، ليها key أقواس المجموعة بتاعتي، وده اسمه key الkey بتاعي، ودي الvalue بتاعتي، وده برضه اسمه key وvalue وهكذا. طيب أنت دي هتتعامل معاها في حياتك وأنت شغال كتير جدًا في كل حاجة تتخيل. ليه بقى؟ خلّي بالنا إحنا هنا بنفصل ما بين كل قيمة والتانية عن طريق الكوما، تمام، بنعمل separation، وهنا برضه نفصل ما بين الkey والvalue كلّهم على بعض عن طريق إيه، الكوما برضه، وهنا دي عشان الأخيرة، تمام، فأنا عادي اللي أنا إيه، ما أحطش كوما، بس لو عايز أزوّد لأ، أنا هاحط كوما وأكمّل. طيب إحنا هنا بقى بنتكلّم بقى على إيه، الkey والvalue ده بالنسبة لي مهم جدًا وهاتعامل معاه ليه؟ في أي ملف CSV أنت عشان تقدر تعمل له import تدخّله عندك في Python code، فأنت لازم تعامله معاملة الdictionary عشان تعرف تتعامل معاه، تمام، علشان تعرف تمسك حاجة وتشتغل عليها. نفس الفكرة بالضبط، تمام. فأنا دلوقتي لو أنا عندي الdata عندي مثلًا موظفين كتير، فأنا يبقى عندي الemployee الأولاني، وكل employee أقدر أحط فيه dictionary، يعني مثلًا ده لو جينا اتكلمنا فيه عن الemployee، الموظف اللي اسمه عمر، الname والage. طيب لو أنا عندي موظفين، فأنا أقدر أعمل dictionary كبيرة بالمنظر ده، وأعمل إيه key الواحد لمين، لemp1 الemployee الأولاني، وأدّي له إيه، أدّي له الdictionary بتاعته، تمام، اللي هي هتبقى بالمنظر ده، تمام. وأقدر أعمل كمان بعد هنا أقوم عامل comma، وأقدر أعمل emp2 وأدّي له كمان إيه، الdictionary بتاعته بالمنظر ده، تمام. فأنا أقدر أعمل dictionary واحدة، وأقدر أعمل dictionary جوّه dictionary، وخلّي بالنا أنا أقدر كمان أعمل dictionary جوّاه list، وأقدر أحط الdictionary جوّه الlist، الموضوع، وأقدر أحط list جوّه dictionary والdictionary جوّه list. الموضوع dynamic جدًا في بايثون، يعني أنا أقدر أضيف حاجة جوّه حاجة وأشتغل. طيب خلّينا كده وإحنا شغالين، أنا عايز أعرف مثلًا بالمرّة كده أدّي له name equal عمر وage ب30 وnumber بالرقم ده، تمام. لو أنا عايز أعرف الtype بتاع المتغيّر ده أعرفه منين؟ آجي أقول له print لإيه، الtype، كلمة type، وأفتح له قوسين وأدّي له اسم المتغيّر بتاعي. لو جيت عملت run هالاقيه طلّع لي مين، class string str، تمام، طبيعي. طيب لو ديّة عملت زيّها بالضبط بس للage، وجيت عملت run هالاقيه طلع لي class integer. طيب لو للnumber، عندنا للnumber وجيت عملت run قال لي إيه، الnumber float، تمام. طب للis active برضه هالاقيه طبع لي إيه، bool، تمام. طيب برضه عندنا في الليستة، برضه نطبع الليستة print الtype للليستة، وكمان يطبع لي print لإيه، للليستة ذات نفسها. لو جينا عملنا run هالاقي طبع لي إنها class list، وشكل الليستة أهي زي ما إحنا شايفينها كأننا عملنا لها الsetup بتاعها، تمام. طيب الtuple برضه يعتبر الاتنين نفس الاسم، فأنا لو جيت هنا وعملتها paste وجيت عملت run هالاقي إيه، قال لي إنها class tuple وإيه الbrackets بتوعها بالمنظر ده، تمام. طيب عندي إيه تاني برضه، لو جيت عملت للdictionary، طيب simply وجيت عملت run هالاقي إيه، قال لي class dict، وبس نسقها لي بقى، هنا الأرقام مش عارفين فين الname وفين الboolean وإيه بالضبط، لأ هنا الدنيا متنظمة أكتر، تمام. اللي أنا عندي name واللي هو عمر والage بتاعه ب30، بقيت فاهم أكتر، تمام. هنكتفي بهذا القدر، ولو في أي حاجة ممكن حضراتكم تسيبوها لي في الcomment بتاع الcourse أو في جروب الدعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.